السبع في الصحراء الجزائرية. إذا كانت هناك 7 عجائب في العالم، فالصحراء الجزائرية وحدها تحوي مئات العجائب، فهي أجمل من حدائق بابل وأكروبول أثينا، مدن مجهولة تنبض بين ذرات الرمال التي تعود إلى عمر الأرض، وصخور تستحي من الغريب فتتدثر بأشعة الشمس الأخيرة، ثم تختفي في ظلمة حالكة لا يسمع فيها إلا دقات قلبك المتوجس. إنها الصحراء، حيث الأسطورة والتاريخ، الغابات الممطرة، والحيوانات المنقرضة التي كانت ترتع بين فيافيها. إليك 7 عجائب تزين هذا العالم السحري. 1. شرفات الغوفي. جراند كانيون الأوراسي يعد موقع شرفات الغوفي واحدا من أهم المعالم السياحية التي تأسر قلوب زوارها، فهو فرصة ذهبية لاكتشاف 6 قرى أمازيغية تنثر سحرها على جانبي الوادي الأبيض، أو كما يسمى بالأمازيغية إغزر أملال، وهي هيتشلت، آثيحي، آث منصور، آث ميمون، آث فاتح، آث رياش. تقع قرية الغوفي فوق تلة شاهقة، حيث يتراوح ارتفاعها بين 500 و1200 متر، وتشبه في تكوينها الجيولوجي كلا من جبال روكي الأمريكية وراند كانيون، فهي مكونة من صخور رسوبية ومتحولة، تروي قصة ملايين السنين في طياتها. 2. واحة التيوت. قطعة من الأتلانتيد المفقود. يعود اسم تيوت إلى اللغة البربرية الزناتية، وهو مشتق من كلمة تيت التي تعني عين، أو تيطاوين التي تعني جمع عيون، نظرا لغناها بالمياه الجوفية والمنابع الطبيعية. لكن ما يزيد هذه الواحة سحرا هو غابتها المتحجرة، حيث تقع جذوع أشجار متحجرة بأسطوانات طبيعية مذهلة في موقع عوينات منديل. إضافة إلى ذلك، فإن قصرها الطيني العريق الذي يقاوم الزمن منذ القدم، والنقوش الصخرية التي تشهد على الحضارات المتعاقبة، تجعلها كنزا أثريا حقيقيا ينتظر الاهتمام السياحي الذي يستحقه. 3. تدررت الحمراء. قطعة من المريخ. في عمق الصحراء الكبرى، وتحديدا في مدينة جانت، تتربع تدرارة الحمراء، حيث تشبه ألوانها الساحرة سطوح كوكب المريخ. سياح عديدون يقسمون أنهم لم يروا مثلها في أي مكان آخر على الأرض، خاصة مع الرسومات القديمة التي تعود إلى آلاف السنين، والتي تضاهي في دقتها رسوم تصيل ناجر الشهيرة. 4. جبال لوري البيض. أريزونا الجزائر. إذا كنت تحلم بزيارة صحراء أريزونا الأمريكية، فاعلم أنه لا داعي للسفر بعيدا، لأن جبال لوري الواقعة في بلدية بريزينا، ولاية البيض، تمنحك المشهد نفسه وأكثر. صنع الخالق يتجلى في تلك التضاريس النادرة، التي تتميز بتكوينات صخرية مدهشة تشبه المنحوتات الطبيعية من الرمل والكلس، فضلا عن قمم مسطحة غريبة الشكل لا تجدها في أي مكان آخر في العالم. 5. أغيار من لا تجنينت. الملهمة. في قلب وادي مزاب توجد أعجوبة معمارية تعرف باسم العطف، وهي أقدم بلدة في المنطقة، إذ بنيت عام 1012 ميلادي. تشتهر هذه البلدة بمسجدها التاريخي سيدي إبراهيم، الذي يقال إنه كان مصدر إلهام للمعماري العالمي لو كوربوزي عند تصميمه كنيسة نوتردام دي رونشام. 6. واحة تيميمون الحمراء. من عجائب الدنيا. في قلب منطقة القرارة توجد واحة تيميمون الحمراء، التي تعد محطة أساسية لعشاق السياحة الصحراوية. تتميز هذه الواحة بالكثبان الرملية الناعمة، وبستين النخيل المترامية، إلى جانب البحيرة المالحة، والحي القديم الذي يحتفظ بملامحه البكر، ما يجعلها من أجمل الوجهات الصحراوية في الجزائر. 7. مدينة سفار. الأعجوبة الثامنة ومسقط رجال المريخ. في قلب تصيل ناجر بولاية إليزي توجد مدينة سفار، وهي أكبر مدينة كهفية في العالم،
ومصنفة ضمن مواقع التراث العالمي منذ 1982. تضم سفار مئات الآلاف من الرسومات الصخرية الغامضة، منها رسما الآلهة العملاقة ورجال المريخ، اللذان يعتبرهما الباحثون من أقدم وأغرب الرسومات التي لم تفسر بعد. ختاما، الصحراء الجزائرية ليست مجرد كثبان رملية وصخور جامدة، بل هي كتاب مفتوح يروي قصصا من التاريخ، وجوهرة سياحية تنتظر أن يكشف عن مكنونها. هذه العجائب السبع ليست سوى غيض من فيض، فما زال في رحاب هذه الصحراء أسرار لم تكتشف بعد.